موضوع الفيديو النهاردة ازاي تصنعي محتوى ناجح للقناة. الصراحة انا معرفش، بهزر طبعا، يعني اكيد احنا كلنا بنجرب طالما احنا لسه القنوات بتاعتنا جديدة وكده، فبنحاول وبنجرب وان شاء الله اللي عايز يوصل لحاجة بيوصل لها. بس انا من كتر ما انا دورت كتير، يعني انا قعدت ادور كتير قوي اول ما فكرت اعمل قناة على اليوتيوب. انا ما كنتش عارفه هقدم ايه يعني، فدخلت بقى دورت الناس بتعمل ايه على اليوتيوب. فلفت نظري كده شوية غلطات، يعني كان لازم ان انا اقولها، وكان لازم انا ما اعملهاش عندي في القناة. ساعات بغلط كده وبتفوت مني شوية حاجات، بس هي قنوات اليوتيوب دي انت يعني بتشتغلي عليها وبتتدربي في نفس الوقت، يعني بيبقى زي شغل وتدريب، انت بتتعلمي من غلطك. كل مرة بتنزلي فيديو بيبقى فيه غلطات. دي مش حاجة وحشة، بالعكس بحسها حاجة كويسة جدا، لان انا بتعلم في الفيديو اللي بعديه ما كررش نفس الغلطات وهي اللك. كل مرة لازم ألك وأكرر نفس الغلطة. المهم رقم واحد ان احنا لازم ما نقلدش، يعني مش عايزين نقلد حد. انت ما تطلعيش في دماغك تقولي انا هقلد فلانة الفلانية، ولا هعمل زي عمو الحاج ده، ولا مش عارفة ايه. مش عايزين نقلد، لان التجديد مهم جدا. ما هو انا لو بتفرج عليكي وانت بتعملي نفس الحاجة اللي بتعملها دي ودي ودي ودي، فانا هتفرج على القديم بقى، يعني فاهم انت، هتفرج على القديم المتأسس اللي هو ما عندوش غلطات كتير، المضمون اللي انا باخد منه المعلومات اعملها عشان هي دي الصح. فمش هتفرج بقى على واحده جديده لسه بتخبط. لكن لو لقوا عندك جديد، اكيد الجديد بيشد اكتر. لو انت المحتوى بتاعك بتقدميه هو نفس الموضوع اللي دي بتقدمه ودي بتقدمه، بس انت بطريقتك بيبقى احلى واسهل واجدد، اكيد هيروحوا لك انت. فدي كانت اول حاجه، ان احنا مش عايزين نقلد اي حد. لو انت ناوي تخش اليوتيوب عشان هتقدم محتوى تعليمي، يعني انت مثلا هتقدمي دروس للاطفال اللي هم في الكيجي والحاجات دي، او ايا كان بتعلمونا مثلا حاجات على اليوتيوب. فالحاجه اللي انا عايزه اقولها، في ناس كتير جدا اسلوبهم صعب. يعني انا دخلت مثلا لما كنت بعمل القناه بقى فل سيراميك، يعني مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه. فدخلت عشان اكتب على اليوتيوب ازاي اقدر انشئ قناه، ازاي اقدر اعمل محتوى، ازاي مش عارفه ايه. ففي خطوات كده تكنيكيه احنا ما بنبقاش فاهمين حضرتك بتقول ايه، انت بتقول ايه يعني. في مصطلحات غريبة كده بتقولوها احنا ما بنبقاش فاهمينها. فلو انت محتواك تعليمي، حاول تحط نفسك مكان اللي بيتفرج عليك، ان احنا فعلا فله مش فاهمين. يعني انزل معلش حضرتك لمستوى تفكيرنا المتخلف، احنا مش فاهمين انت بتقول ايه. دخلت كتير قوي على قنوات بجد دقيقة من الفيديو قمت جايه طفياه. وفي ناس بصراحة ربنا يبارك لهم، يعني قد كده بسطة وقد كده سهلين وقد كده بيفهمونا واحدة واحدة. فاللي طلعت بيه لما اتفرجت على الناس دي البساطة بجد في الاسلوب اللي بتتشرح بيه المعلومة. مهم قوي. انت ممكن تبقى بتتكلم في موضوع مهم جدا وبيهم شريحة كبيرة قوي من الناس، بس باسلوبك الصعب الناس هتقولك باي باي، كليك على الفيديو دقيقة او اقل من دقيقة كمان ومش هيكملوا الفيديو. لو انتي محتواكي ميك اب ارتست مثلا وطالعة بتعملي لنا ميك اب ومكياج وبتقولي لنا ازاي نحط الحاجات على بعضها، ما تتكلموش انجليزي ارجوكوا. ما تتكلموش انجليزي، ما تقولولناش الحاجات بالانجليزي. قسما بالله، يعني لو في واحده مثلا ملهاش اي علاقه بالميك اب وقررت ان هي تخش علشان خاطر تتعلم، طب ما هو انا ما اعرفش الحاجه اصلا بالعربي بيتعمل بيها ايه، هعرفها حضرتك بالانجليزي. قولوا لنا الاثنين، قولوا لنا الانجليزي ووراه على طول العربي، علشان احنا مدارس حكومه ومش بنفهم. معلش معلش راعونا شويه. اذا كان محتواكي طبخ، بتهيألي قنوات الطبخ بقت كتيرة وأكتر من الهم على القلب. حاولوا تجددوا لنا شوية يعني أنا عايزة أبهر جوزي بقى جماعة بقى، ولا لو أنا قاعدة مع مامتي بقى عايزة أعمل لها يوم الخميس بقى كيكاية حلوة كده غريبة وبتاع، ومليت بقى من إن أنا أتفرج على التلفزيون والإعلانات. لكن أنا بإيدي لما أفتح اليوتيوب فأنا هتفرج على طول على الوصفة مرة واحدة وأخلص. فإيه إحنا عايزين، يعني في قصدي أوصله لكم انه في ناس كتير بتلجأ لليوتيوب دلوقتي عشان تجيب مثلا اي حاجه في اي حاجه وبتمل من الفرجه على التلفزيون. فاحنا كلنا عايزين نستغل بقى الموقف ده بالتجديد. يعني لو انت هتطبخي لنا طبخه، احنا حفظنا طريقه المحشي والملوخيه والبط والفراخ المحمر والمشمر والكيكايه السهله وعجينه العشر دقايق، خلاص احنا شربناهم شوربه وشربنا كل يوم بنشرب الوصفات دي. حلو انكم تعملوهم للعرايس طبعا لسه متجوزين ومش فاهمين حاجه، بس يعني اعملوا لنا وصفه قديمه، وصفه جديده بقى نبهر بقى اللي حوالينا بيها. التجديد
هو سيد الموقف. ده اللي انا بشوفه في كل قنوات اليوتيوب الناجحه، ان هم دايما اسلوبهم جديد، دايما بيدوروا على مواضيع جديده يتكلموا فيها. فالتجديد في قنوات اليوتيوب في المحتوى اللي احنا بنقدمه هو سيد الموقف، وده اللي دايما بنحاول ندعبس عليه وندور عليه. انا بصوا هسحر لكم، اعملوا سبسكرايب، اعملوا لايك ارجوكم. اخيرا عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي حصلت معايا وبتعلم منها، ودلوقتي خلاص بجد بجد بدات اعملها. لو انت مثلا بتكتب ايا كان بقى المحتوى بتاعك، انت بتقعدي تكتبي طبعا الكلام اللي انت هتقوليه في الفيديو، اللي انت لما بتطلعي الفيديو ما ملوش اي علاقه، انا بكتب كلام وبطلع اقول كلام تاني خالص، ما علينا. انت بتقعدي تكتبي الكلام اللي انت هتطلعي تقوليه، ما تكتبيش بقى الكلام من هنا ودوسي بقى يلا هاتي بقى الموبايل والطخي وقولي بقى الفيديو. غلط. ليه؟ انا بكتب الموضوع مثلا الصبح او امبارح بالليل، وبقعد طول اليوم ما بعملش حاجه. انا خلاص كتبته 5 نقط مثلا بتكلم فيهم، ما بعملش بقى اي حاجه. ليه؟ وانا واقفه بعمل النسكافيه جات لي نقطه بقى جديده اضيفها، اقوم جايه رايحه كاتباها. وانا بغير بقى لابني البامبرز وانا بشطفه كده تحت الحوض، جات لي فكره جديده اقوم جايه يلا بسرعه اضيفها. وهكذا وانت بتنشري الغسيل، اي حاجه وانت بتعملي اي حاجه، انت الموضوع بيبقى في دماغك طالما انت هتتكلمي فيه وبداتي تكتبيه على الورق، فهو اوريدي في دماغك لحد ما تكبيه قدام الفيديو او قدام الكاميرا يعني انت بتصوري بيها. الموضوع بيبقى في دماغك لحد لما يطلع للناس. فاستغلي النقطه دي، اكتبي الموضوع بتاعك الصبح وصوري بالليل او العكس حسب ظروفك. كل ده انت بتكسبي نقط عماله تفتكريها من خبراتك الحياتيه في الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه وبتضيفيها. فدي نقطه مهمه جدا. يا رب اكون فدتكم، ويا رب تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه علشان القناه تنجح واعمل بوم واكسب فلوس ونشتغل بقى وكده يعني. فانا بحبكم جدا وبحب الناس اللي بتخش الفيوز اللي بشوفها على الفيديوهات، والله مهما كانت قليله او كتيره يعني بتبسط بيها جدا. فاشوفكم على خير وسلام.